ما يمكنش. هاد المراه تشدات في مطار نيويورك من بعد ما نزلات من الطائره اللي كانت جايه من طوكيو، والسبب هو انها كتنتمي لدوله اللي ما كايناش اصلا في العالم ديالنا. هاد المراه حاليا دايره البوز في العالم كامل وفي السوشيال ميديا، والسبب هو انه البارح في مطار نيويورك واحد الموظف لاحظ انها تالفه وغير كدور وما عارفه فين تمشي، ومنين شدوها الموظفين باش يفتشوها ويشوفوا الباسبور ديالها لقاو مكتوب فيه انها من دوله سميتها تورينزا، وهاد الدوله ما كايناش نهائيا لا في العالم ولا حتى في الخريطه. واللي كيزيد يصدم في الموضوع هو انه الباسبور ديالها كان قانوني وكانوا فيه بزاف ديال الطوابع ديال الدول اللي كانت سافرات ليهم من قبل، ولكن حتى هاد الدول ما كاينينش في العالم ديالنا. منين سولوها الموظفين على الدوله اللي جايه منها وقالوا لها انها ما كايناش في الخريطه، تخلعات وبان عليها التوتر، ومن بعد سولاتهم واش حنا في امريكا، ومنين جاوبوها تصدمات وتجمدات في بلاصتها وبدات كتهضر بكلام ما مفهومش وهي مرتبكه. من بعد داوها الموظفين لواحد الغرفه سريه باش تبقى بوحدها وتكالما وباش حتى هما يقلبوا ويحاولوا يعرفوا شكون هي ومنين جات. ولكن منين رجعوا عندها من بعد 4 ديال السوايع باش يشوفوها ويكملوا معها التحقيق لقاوها اختفات. حاليا كاينين بزاف ديال الناس ما تيقوش هاد القصه، ولكن خرجوا اخبار كيحضروا منها وكيقولوا الا شفتوها بالصدفه في الزنقه ولا في شي بلاصه في بلادكم ضروري تبلغوا عليها، حيت ماشي انسانه طبيعيه، الله اعلم شكون هي ومنين جات. محال واش تنعسوا هاد الليله. هاد المراه اللي قدامكم من العالم الموازي اللي وقع انها جات لامريكا باسبور من دوله ما كايناش اصلا في الوجود، والمشكله ان الباسبور ديالها حقيقي وموثق وفيه تاشيرات ديال بزاف تاع الدول. البوليس وقف لهم العقل وشدوها في مطار امريكا، شدوها في واحد الغرفه حيت شي حاجه ماشي طبيعيه، ولكن المراه غير حتى تبخرات ومشات. فين وكيفاش حتى شي حد ما عرف. خليت لكم تسجيلات كاميرات المراقبه لحظه الاختفاء ديالها، دخلوا عندي ووركوا هنا ونزلوا حتى لتحت ووركوا على كلمه فيديو وتفرجوا. انا ما عرفتش واش الفيديو ذكاء اصطناعي ولا لا، ولكن راه انتشر بطريقه خياليه. هاد المراه بقى غير الباسبور ديالها، ولكن كاين اللي كيقول ان الموضوع عنده علاقه بالفضائيين.